السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة من أجل تعلم لغة الباشل. إذا درسنا لهذا اليوم هو أننا سوف نقوم بشرح التعليقات في لغة الباشل. أوكي، التعليقات سهلة جدا. التعليقات هي عبارة عن إرشادات يمكنك كتابتها أنت بطبع في السكريبت الخاص بك، ولا تحتسب عندما تقوم بتشغيل السكريبت الخاص بك. اوكي، سوف نقوم بالمرور بطبع الى الشرح التطبيقي حتى نقوم بالفهم. اوكي، في لغة الباش ايضا مثل لغة البايثون يمكنك استعمال هذه الداش، عفوا ليس الداش، الهاش من اجل القيام او الهاش من اجل القيام كتابة في السكريبت الخاص بك او شرح حتى تفهمه. اوكي، كمثال هنا لو قمنا باستعمال الامر الذي قمنا باستعماله سابقا كمثال ايكو باش شال. اوكي، كمثال وانا لدي كمثال سكريبت يحتوي كمثال على 1000 سطر. كمثال نفترض كما تشاهد هنا لدي 7 اسطر كمثال، لكن كل هذه الاسطر فارغه. نفترض انك قمت باكمال السكريبت الخاص بك، قمت بكتابه سكريبت طويل جدا وتريد القيام بارساله الى صديق خاص بك، صديقك او اي شخص نحو العالم من أجل القيام بالتعديل أو مشاركة خبرته معك في السكريبت الخاص بك أو تطوير السكريبت الخاص بك. أوكي، إذا أنت سوف تقوم باختصار الوقت عن الشخص الذي تقوم بإرسال إليه السكريبت الخاص بك، وتقوم بترك له تعليقات. أوكي، كمثال عند كتابة هذه الداش، يعني أن كل الكتابة التي سوف تقوم بكتابتها هنا ليست محتسبة. لو قمت بتشغيل السكريبت لن يقوم بطباعتها. أوكي، انظروا كما تشاهد لن يقوم بطباعة هذا الشيء. اوكي، اذا هذه اسمها تعليقات. عندما تسمع تعليقات في اي لغة برمجة هذه تعني انها السطر ليس محتسب في السكريبت. اوكي، حتى لو قمت بكتابة الالاف من الكلمات هنا لن تقوم بالاحتساب في السكريبت الخاص بك. اوكي، كمثال هنا سوف اقوم بكتاب ارشاد له. كمثال this is welcome in my script. اوكي، كمثال اخبرته هذا هو الترحيب في السكريبت الخاص بي. اوكي، كمثال هذا هو الترحيب. اوكي، كمثال لدي ايضا شيء اخر. كمثال this is color in welcome كمثال او in text. اوكي، هذا هو لون النص. اوكي، وكمثال هنا تقوم بكتابة لون للنص الى اخره. اوكي، يمكنك كتابة اي شيء. اذا فهذه هي التعليقات. اوكي احبتي في الله، تقوم بارشاد الشخص الذي يقوم باستعمال السكريبت الخاص بك، تقوم بارشاده. كمثال انت ما هو هذا السطر الذي اسفله او هذا الشيء ما هو. اوكي، اذا انت الان هنا تقوم بمساعدته على قراءة واغتنام الوقت او القيام بقراءة السكريبت الخاص بك بسرعة. اوكي، ايضا توجد طريقة اخرى. كمثال لو اردت القيام بانشاء تعليق طويل. اوكي، انشاء تعليق طويل كمثال لدي اريد ان اقوم بكتابة 4 اسطر. اوكي، يمكنك كمثال كتابة 4 تعليقات هكذا. عفوا اخطأت، هكذا. وهنا بالطبع كما أخبرتكم يمكنك هنا كتابة أي شيء، إرشادات، وهنا أيضا وهنا أيضا وهنا أيضا. لكن يوجد طريقة مختصرة ليست مثل هذه. أوكي، يمكنك كتابة هكذا، ثم هنا تقوم بإنشاء نص تحت أي اسم تريد. أوكي، كمثال يمكن كتابة كومنت أو يمكن كتابة أي شيء. أوكي، أنا كاختصار دائما أقوم بكتابة هذه علامتين الأصغر أصغر أصغر ثم كومنت، اختصار فقط لتعليق. أوكي، ثم هنا أحبتي في الله تقوم بالنزول إلى الأسفل وتقوم بكتابة نفس الكلمة. أوكي، تقوم بكتابة نفس الكلمة هنا هكذا، نقوم بكتابة نفس الكلمة. أوكي، إذا كما تشاهد هذا هنا يمكنك كتابة أي شيء تعليق. أوكي، هذا أيضا يعتبر تعليق. عليك المهم القيام بكتابة هذين العلامتين، العلامة الأصغر أصغر ثم الكلمة التي تقوم بكتابتها هنا نفسها تكتبها هنا. أوكي، كمثال هنا يمكنني كتابة ران. أوكي، هنا أيضا عليك جعلها ران حتى يفهم السكريبت أنك قمت بإغلاق أو بالانتهاء من التعليقات. أوكي، وهنا يمكنك بالطبع كتابة أي شيء خاص بك. وعند التشغيل بالطبع لن يقوم بطباعة لنا أي شيء لأنه عبارة عن تعليق. ها هو لم يقوم بطباعة أي شيء. أوكي، لأنه تعليق كما أخبرت. أوكي، إذا فالتعليقات هي هكذا. يمكنك استعمال هنا كتابة كمثال
enter your comment here. أدخل تعليق الخاص بك هنا كما تشاهد هنا، ويمكنك بالطبع هنا القيام بكتابة كل شيء خاص بك. أوكي، كمثال حتى لو كان لديك تعليق فيه 1000 سطر يمكنك كتابة 1000 سطر، لكن تأكد أنك عندما تفتحه هنا تقوم بغلقها هنا بنفس الكلمة فقط وليست بعلامات الأصغر. أوكي. أو يمكن بالطبع كما أخبرتكم استعمال هذه الطريقة التي من خلالها أيضا تعتبر تعليقات، وهنا تقوم بكتابة أي شيء. أوكي، هي كل هذه تعليقات. لو قمت بتشغيل لن يقوم بطباعة لي أي شيء. هو لم يقم بطباعة لي أي شيء. إذن فالتعليقات سهلة جدا في لغة الباش، فهي عبارة عن هذا الهاش، وأيضا هنا باستعمال هذه الطريقة علامتين الأصغر، وهنا النص الذي تقوم يمكنك حتى كتابة اسمك هنا، كمثال سوف أقوم بكتابة رياض، وهنا رياض. أوكي، وهنا كل هذا تعليق. أوكي، المهم تأكد أنك تقوم بوضع هذان العلامتين الاثنان الأصغر مع أي اسم، وهنا أيضا نفس الاسم تقوم بالغلق عليه. إذن إلى أحبتي في الله، إلى هنا ينتهي هذا الدرس. شاهدنا التعليقات في هذا الدرس، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.